لو جاك ولد تتمنى يكون مثلك بكل شيء؟ لا والله ما بتمنى زيه. ليش؟ داشر انا كبير. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. معاكم اخوكم عبد الرحمن ابو حبايه. لكل انسان فينا شخصيه، ولكل شخص صفات، ولكل واحد فينا عيوب وبرضه فيه مميزات. ولكن السؤال هو، هل نبغى نشوف العيوب والمميزات في اولادنا؟ هل انت عزيزي المشاهد تبغى تشوف شخصيتك وكل افعالك في ولدك؟ هل انت عزيزتي المشاهده تبغى تشوفي نفس افعالك ونفس صفاتك في بنتك؟ هذا هو سؤال اليوم يا جماعه الخير. اذا جاك ولد هل تتمنى يكون مثلك بكل شيء؟ جاتنا كل انواع الاجوبه ومشاهده ممتعه لكم. بس قبل ما تدخل على المقطع، اللي لسه مشترك القناه يشترك القناه، يفعل جرس التنبيهات، واللي لسه ما ضافني في السناب شات، هذا السناب شات حقي صور الشاشه، واللي ما ضافني في الانستغرام هذا حسابي في الانستغرام. تحصلوا الرابط تحت في الوصف. ومشاهده ممتعه باذن الله. مع السلامه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسم الكريم؟ محمد الظاهري. محمد، لو جاك ولد تتمنى يكون مثلك بكل شيء؟ أكيد. كل شيء؟ كل شيء أكيد، طبيعي ولدي. حتى المصايب، حتى الأشياء لا مصايب لا، شيء طبيعي. إيش الأشياء اللي ما تتمنى تشوفها فيه طيب؟ صفة فيك تكرهها ما تبي تشوفها في ولد؟ العصبية. العصبية؟ إيه. لو جاك ولد تتمنى يكون مثلك بكل شيء؟ لا والله ما بتمنى زيه. ليش؟ داشر انا كبير. ايش الصفات اللي فيك اللي ما تبغى تشوفها في ولدك؟ كل الصفات اللي فيه ما ابغاها في ولدي. كل حاجه فيني. كل شيء؟ ما في كل شيء كويس؟ ما بتزوج اصلا. صح والله. طيب انت؟ والله من جد بيطلع يا شيخ معورة من كثر الشماتة على الناس. كل حاجة سويناها، شمتنا بالناس سويناها وكل شيء. ايش نبغى بعيال؟ يعني مرة ولا ولد ولا شيء. يمكن زيد له هذا، يمكن يطلع خصم من مسيح الدجال شكله. ممكن ما شمتنا. طيب والله يعطيك العافية. الله يعافيك. لو جاك ولد تتمنى يكون نفسك بكل شيء بكل افعالك؟ ما في شك، الواحد يتمنى اذا كان ولدك يكون اطيب منك في كل شيء، ما في شك. كل حاجة، كل شيء. كل شيء. خلينا نفترض جاك ولد حلو؟ تتمنى يكون مثلك بكل شيء؟ لا والله. ليش؟ أنا دلعان شوي، يعني أبغى يكون أحسن مني. ايش الصفات اللي فيك اللي ما تبي تشوفها في ولدك؟ والله يعني دلع وكذا، فهمت؟ زيادة بس وكذا، مو شاطر يعني. تبغاه يتدلع؟ لا ها؟ أبغى يمشي مستقيم يعني. انت يعني كنت مدلع ما تبغاه زيك؟ إيه. الصدمة كبيرة يا والقلب. لو جاك ولد تتمنى يكون مثلك بكل افعالك؟ إيه نعم. ليش؟ لأني أحاول أسوي الأشياء اللي أخلي الناس تقتدي فيني. ما أحاول إني أبين للناس إني أنا أسوي هذا الشيء غلط. يعني أسوي أشياء اللي مثلا إذا بزورك أنا حولي، أحاول إني أسوي أشياء صح، عشان إذا سويت أشياء غلط بعدين بيجوا يقلدوني. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. السؤال يقول لك، لو جاتك بنت تتمني تكون مثلك بكل شيء؟ لا طبعا. ليش؟ في اشياء خبصت فيها في الحياة. يعني زي ايش؟ لا ما اقدر اقول. ما تقدر تقولي؟ يعني يعني جبت العيد؟ مو مرة، شويتين. مرة ما تتمني بنتك تكون مثلك؟ الا والله عادي، يعني شوف اخلاقه زي كذا والاكيد تكون زي. بس انه في المدرسة زي كذا المشاكسة هذه لا. جاك ولد تتمنى يكون نفسك بكل افعالك؟ اكيد. ليش؟ ما ادري، انا حتى اتمنى اني اكون قابل شخص اني يشبهني بكل حاجه. طبعا اتمنى انك اتزوج بنت مثلا تشبهني في كل حاجه يعني، او طبعا نفس اهتماماتي يعني. فالحمد لله اني لقيت الصاحب اللي يشبهني في اغلب الاشياء وتقريبا كل شيء. فاتمنى طبعا الولد انه يكون يشبهني. لو جاك ولد تتمنى يكون مثلك بكل شيء؟ الله لا يقول اني اتزوج، هذا اول شيء. من البداية؟ من البداية. ليش؟ بس حرية شخصية. يقول لك الزواج نص الدين طيب ابن الحلال ما ابغى انا. ليش؟ حريتي يا اخي. انت شكله في احد مزعلك وكسر قلبك. قل له لا انت غلطان، انا صديق الكل وحبيبه امي. اي لاف يو ماما. يقول لك السؤال، لو جاك ولد تتمنى يكون مثلك بكل شيء؟ لا والله ولا اتمنى 1% حتى. ليش؟ لاني واحد كلب. اوف. اي والله. ايش مسوي؟ والله مسوي مصايب مرة يعني. اذكر لنا وحاجات. اذكر لنا هي. واطلع كل شيء يعني. هذه كل الاشياء. كل الاشياء دي اسويها. شوف كيف لازم يعني لو جاني ولد بخلي السداس مو زي. السؤال لكم انتوا الاثنين. لو جاك ولد تتمنى يكون مثلك بكل افعالك؟ مثلي أنا؟ مثلك انت كل شيء؟ إيه. ليش؟ بس إني كويس. الله اكبر عليك. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ انت انسان كويس؟ إيه أنا أشوف كذا. طيب وانت؟ لا. ليش؟ اسباب خاصه. ايش مسوي؟ على حسب يعني، ما ينفع اقول.
مرة ما تتمنى يكون زيك؟ ممكن من ناحية العقلية بس. وباقي الأشياء؟ لا باقي الأشياء لا. لو جاتك بنت تتمني تكون زيك بكل شيء؟ لا ليش؟ ما ادري، بس احب اكون شخصية تانية. طيب إذا صارت زيك إيش حتسوي؟ عادي ما اسوي حاجة. لو جاك ولد تتمنى يكون مثلك بكل شيء؟ يكون مثل بكل شيء؟ يكون مثلك بكل شيء. لا والله. ليش؟ في أشياء يعني. زي ايش يعني؟ لازم. والله لا يعني إذا تقدر تقول له. تدخين. حلو. في كم موضوع كذا. خلاص كفاية كذا. وأنت؟ ايوه عادي. عادي يكون مثلك؟ ايوه عادي. أنت مثالي يعني ما فيك مو مثالي بس عادي. واثق من نفسك. واثق من نفسك. ايوه الحمد لله. واثقة من نفسها مش واخد بالك. يقول لك السؤال لو جاكم ولد تتمنى يكون مثلك بكل شيء؟ شكليا ولا؟ مو شكليا، من ناحية الشخصية وذي الأشياء. تقريبا لا. ليش؟ يعني في أشياء سيئة عندي وفي أشياء حلوة، فما بيكون عنده أشياء سيئة، أبغى أشياء حلوة. أيوة اللي عندي. زي ايش الصفات الحلوة وايش الصفات السيئة؟ تربية أهلي تكون كويسة، أهلي يربوني كويس، يكون تربيته زي ما تربيت أنا. إذا جاك ولد تتمنى يكون مثلك؟ افضل مني. ليش انت ايش بك؟ لا الولد معروف يكون افضل من الاب لازم. انت فيك شيء يعني ما تبي تشوفه في ولدك؟ لا ما في شيء، بس الولد معروف الاب يتمنى ان الولد يكون احسن منه. صح. طب وانت لو جاك ولد تتمنى يكون مثلك؟ ايوه زي كل شيء، حتى المصايب اللي تسويها. المصايب اللي انت سويتها هو حيسويها ترى. لا الحمد لله ما عنده مصايب. حلو يعجبني. وانت؟ عادي زي افضل مني، اهم شيء يكون احسن من كذا. لو جاك ولد تتمنى يكون نفسك بكل افعالك؟ لا. ليش؟ انه كل واحد يعني فيه الجانب السيء والجانب الحلو، فالاشياء اللي احنا جربناها وعشناها وكانت بسبب غلطاتنا فما حد يتمناها انه هي تكون مثلا لابنائه. يعني ممكن انه انا اكون متقرب اكثر عشان اعرف اذا وصل لمرحله انا وصلت لها يعني وندمان عليها، ممكن انه انا اوقف معاه اساعده زي ما انا قاعد افكر في حلها دحين. اجابه جميله، الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه.